الداخلي، لأن الحقيقة كل ما هنعرف نفسنا من جوه كل ما الوعي الذاتي بتاعنا هيتحرك، ونفهم ونعرف نتعامل بطريقة أفضل، ونتحسن وننمو وما نتعبش في حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شهر شريف، لايف كوتش، والنهاردة هنتكلم عن حاجة كالعادة بتمسنا جدا جدا جدا. النهاردة هنتكلم عن الناقد الداخلي، ناقدنا الداخلي اللي خاطفنا وبيخلينا نتصرف على مزاجه بسلطته القوية. خلينا نفهم بقى ليه النهاردة هنتكلم عن الناقد الداخلي، لأن الحقيقة كل ما هنعرف نفسنا من جوه كل ما الوعي الذاتي بتاعنا هيتحرك، ونفهم ونعرف نتعامل بطريقة أفضل، ونتحسن وننمو وما نتعبش في حياتنا. طبعا ليه ما نتعبش؟ لأن احنا لو مش سعداء هنكون مؤذيين، مفيش في النص. يا نبقى سعداء يا نبقى مؤذيين لنفسنا للناس اللي بتحبهم. طيب، الناقد الذاتي ده جانب سلبي في نفسيتنا، فاحنا لازم نتعامل على انه حاجة موجودة عند كل البشر، عندنا كلنا في طبيعة الخلقة. ناس بقى تسميها النفس اللوامة، ناس تسميها الجلد الذات، ناس تسميها أي اسم، بس في واقع الأمر إذا ما كناش هنتعامل مع الناقد الذاتي ده على إنه حد بينبهنا، فإحنا ما عندناش اختيار غير إنه حد بيأذينا. فلو الشطارة إن إحنا نعرف إزاي نتعامل مع ده على إنه حاجة بتعلمنا، بنتعلم منها من غير أذى، من غير ما تكون سايبة الجرح، من غير ما تكون سايبة تأثير سلبي علينا. طيب، يبقى الناقد الذاتي احنا لو بنستعمله على انه بيطورنا وبيصلح اخطائنا يبقى كويس، انما هو لو بنستخدمه لجلد الذات وتقليل الشأن وقدرتنا يبقى نتكلم هنا. الناقد الذاتي بقى بيعمل فينا ايه؟ الناقد الذاتي بيتعامل معانا على ان عيوبنا البشرية اللي احنا مولودين بيها هي غلطات غير قابلة للمغفرة، نستحق عليها العقاب. مش بس بنفشل ان احنا نحمي نفسنا منه، انما كمان بيوصلنا لمرحلة ان احنا نبقى حاسين بالذنب وحاسين بالدنيا والعار وتقلب المزاج والاكتئاب وحاجات كتير. طيب، الناقد الذاتي ده او الناقد الداخلي ربنا خلقه لنا ليه؟ الناقد الداخلي ربنا خلقه عشان يدافع عننا، يعني حاجة بدائية زيها زي الخوف زي الغضب. ربنا خلق فينا الصفات دي عشان نبقى على قيد الحياة. الناقد الداخلي يدافع عننا وقت الضعف، عشان كده هو مخصوص لمناطق الضعف. هو عارف كويس قوي 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 مناطق الضعف بتاعتنا، عارف خلل النفسي بتاعنا فين، عارفه كويس جدا جدا. ليه هو موجود؟ عشان يحميه بقائي. يعني الناقد الداخلي ممكن يخليني ما اتهورش وابقى مغامر عشان احافظ على البقاء، الناقد الداخلي ممكن يخليني لا اقبل التغيير عشان احافظ على البقاء. يعني هو له وظيفة كويسة، بس مع بدائية الوظيفة وعدم جدواها بقى بيشتغل شغلانات غلط. يعني هو المفروض بيحمينا من ان احنا نتهور اكتر من اللازم، بس لو الموضوع مش متهور مش المفروض يبقى هو قاعد طول النهار كل حاجة لا وكل حاجة غلط وكل حاجة ما تنفعش. طيب، يبقى الناقد الذاتي بدائي المشاعر، مش واقعي المشاعر، مختلق لأي حاجة. ده بقى بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على انه يوقف مشاعرنا الكويسة ونزاهتنا الداخلية عن الشغل، يمنعنا ان احنا نتطور من باب الحماية. حتى لو باب الحماية ده زعيق، حتى لو باب الحماية زي ما احنا كده بنزعق لأولادنا، احنا بنزعق عشان نحميهم ولا عشان نزعق بس عشان نحميهم؟ فالفكرة هنا انه بيشتغل معانا ك المسؤول الرسمي والقاضي والجلاد والحاكم بأمره على حياتنا تماما. فبيبدأ يلغينا وقت ورا وقت ورا وقت ورا وقت. يبدأ يلغينا الناقد الداخلي في كل الوقت على ان هو يخلينا نشعر بالرضا عن نفسنا او بالخير. يعني على قد ما الناقد الداخلي بدائي على قد ما هو مسيطر. طيب، انا بسمي بقى الناقد الداخلي ده ايه؟ امبراطور اللا عقلانية.
يمكن تزعل، يمكن صح، يمكن غلط، يمكن غلط، يمكن يبدأ يديني في اكسكيوزز ومبررات مش واقعية أصلا، لمجرد إنه يطلع هو صح. بنسميها كمان السيد الغير شرعي على شخصيتنا، لأنه بيمشينا على مزاجه. احنا بناخد كلام وأفكار الناقد الداخلي على محمل الجد وبنصدقها، وبنصدق كل حاجة بيقولها لنا، حتى عقابه، حتى سخريته. بصي بصي منظرك قدام الناس، طب لو عملتي كده الناس هتضحك عليكي، طب لو عملتي كده هيحصل لك كذا، لو قلتي كذا الناس. يبقى هو دايما بيحمي من خلال التأنيب. كمان اشتغل بقى مدعي عام، قاضي، جلاد، استبدادي. ما عندوش في النظام القانوني بتاعه حاجة كبيرة وحاجة صغيرة، كل جرايمه عايزة إعدام، كل جرايمه عايزة مؤبد، يعني كل غلطاتنا كبيرة، كل غلطاتنا ترعب، كل غلطاتنا تحسسنا بالخوف وتحسسنا بالدونية. مشكلة بقى الناقد الداخلي ده انه عمره ما ادى الدور ده لحمايتنا احنا. ما بيعلمناش ازاي نحمي نفسنا، هو بيعلمنا ازاي نضعف نفسنا. يعني لما حد يتجنى علينا وبيعمل ايه ولا حاجة، لما حد يهنا ولا حاجة، لما حد يغلط في حقنا ولا حاجة، ما بيدافعش، هو ملوش أي قدرة، هو ما بيهاجمش غير إحنا بس. كل ناقدنا الداخلي يهاجمنا بصفة مباشرة وشديدة. وكل الجرائم مهما كانت الجريمة، مهما كانت الغلطة، فهي بالنسبة له جريمة كبرى تستحق العقاب. حتى لو انا عندي ناس كده وقعت كوبايه ميه، دي جريمه كبرى تستحق العقاب. احرجتي نفسك واحرجتيهم وبقى منظرك وحش. ادي الكلام اللي بيقوله لنا مين؟ هذا الناقد الداخلي. ليه كمان مهتم قوي يدافع عن كلامه؟ يعني اكد لك ان كلامه صح، لانه لازم اكون انا اللي موجود، لازم احميها، لازم احمي نفسي انا دي، احمي وجودي معاكي. فدايما اكذب بقى، الناس هيتكلموا عليكي، جبت منين الدليل؟ مفيش. الناس هتقول عليكي جبت منين الدليل؟ مفيش. شكلك بقى وحش، جبت منين الدليل؟ مفيش. كل حاجة بيقولها لنا ناقدنا الداخلي ما عندوش أدلة، لأنه لو عنده أدلة فاحنا هنتعلم من الدليل، ما نعملش الغلطة دي، أو نحاول نوجه نفسنا ناحية الدليل ده، أو نعرف الدليل ده حقيقي ولا لا، أو نتكلم مع الناس. في مشكلة عندك إن أنا كبيت كوباية المية، هتبدأ تفهم. لكن ما فيش، هو ما عندوش الكلام. يبدأ يخليكي داون وتتكسفي أكتر وما تقوليش، وترجعي زي ما أنا برجع كده. كمان قدرته على تحييد الموقف قليلة جدا. هو بيخلق مواقف لنفسه، بيخلق واقع نفسي. بخلق ان الناس اتضايقت قوي لما ابني كب كوباية المية، يا خبر عمري ما هخرج بابني في حتة. كمان ما بيهتمش قوي ناقدنا الداخلي ان هو يفهمنا صراعاتنا الداخلية وقلقنا وتوترنا ده منين. ما بيحاولش يفهمنا الصح. دي شرح لبعض حاجات الناقد الداخلي. هدي بقى بعض علامات سيطرة الناقد الداخلي علينا. واحد، الاعتذارات الغير مبررة والكتير. اسفه، معلش عايزه اقعد هنا، اسفه ضايقتك، اسفه، عايزه اروح ريستروم. ايه الاسف؟ فين الاسف؟ فين الغلط؟ فين الغلط اللي بيحصل يستدعي انك تبقي طول النهار اسفه؟ اسفه لو سمحتي عايزه كوبايه ميه، اسفه لو سمحتي اسفه قبل كل حاجه حضرتك بتحطي نفسك داون. مين اللي بيخليكي اسفه؟ بيخليكي حاسه انك اسفه هذا الناقد الداخلي، انه عيب اقول، انه عيب اتكلم، انه ما يصحش، انه يمكن يفهموا كلامي غلط، انه فين الادله؟ مفيش. كمان علامات سيطره الناقد الداخلي عليا: احمل نفسي اعباء الاخرين مش لازم اعملها، تحت بند الاخلاق والذوق والواجب والعيب وكرم الاخلاق والناس ترضى عني، الكلام اللي احنا اعباء. اعباء يعني ايه؟ يعني فوق طاقتي، مش حاجات عايزه اعملها. عايزه اعمل انا، اعملي انبسطي، طالما ده مش هيضغطك، مش هيضايقك، ومش هيقلل من حاجات المسؤوليات اللي عليكي، ومش هيغير من مودك، ومش هيحسسك انك طول النهار مطحونه ومش عايشه، مش عارفه تعيشي لنفسك. اعملي. انما وانس تحسي انه غصب عنك، هذا هو الناقد الداخلي المتحكم في حياتك. كمان من اعراض وجود الناقد الداخلي او هايجاك اس، او
خطفنا انه يحملنا اعباء تخلي الاخرين عن ادوارهم تحت اسماء اصلهم مهملين، اصلهم مش بيفهموا، اصلهم مش هيعملوا، هعمل ايه وهم عارفين ان انا لو ما عملوش انا اللي هعمل. يبقى انا مش بس بعمل حاجتي، انا بعمل حاجتي وحاجة الناس التانية وهم مبلطجين، مقابل شعور وهمي بالمسؤولية، او شعور وهمي بان ده دوري، او شعور وهمي باني بحب اضحي، او شعور وهمي انا اتعلمت اكون كده، اصل انا دوري المضحي. كل ده ناقد داخلي، مفيش حد بيقوم يهد حيله الا اذا كان في ناقد داخلي. قوم للناس تتكلم عليك، خلاص، قوم لحسن الناس تقول عليك كذا وكذا. كمان ما اقدرش اوصل من علامات وجود الناقد الداخلي اللي ممشيني على مزاجه اني انا ما اقدرش اوصل للقبول الذاتي الا عن طريق الناس. لازم ارضي الناس وابهرهم ويقبلوني. دايما عايزه ابهر اللي حواليا، دايما مش شايفه نفسي مبهره الا لما الناس يقولوا واو. كل نظره ابهار من الاخرين، كل نظره امتنان حتى من الاخرين، كل نظره انت بتعملي ده ازاي من الاخرين، انا بعمله عشان اخد النظره دي مش عشان انا عايزه اعمله. يبقى دي معناه ان الناقد الداخلي ممشيني على مزاجك. بتعملي ده عشان نفسك اعمليه، انما عشان الناس تقول واو ما تعمليهوش. كمان نبدأ نعمل اعذار وهي للحاجات اللي احنا عايزين نعملها. اصل انا بصراحه شخصيه كسوله، اصل انا بصراحه شخصيه ملوله، اصل انا بصراحه ما بفهمش في الميديا، اصل انا بصراحه ما بفهمش مش في النت، اصل انا بصراحه ما بفهمش في الحاجات دي، اصل فلان الفلانيه بتفهم عني، اصل انا بصراحه مش ست ذكيه اجتماعيا، اصل اي كلام اعذره، مخاوف غير منطقيه، يبقى معناها ان الناقد الداخلي متحكم فينا. كمان لما أكون دايما عندي حكاية عن كوني كيف أنا ضحية، دايما الناس غلطانين، دايما أصل اتظلمت، دايما أصل اتضريت، دايما دايما دايما. حضرتك بتقولي الناقد، انت كده بتعترفي على نفسك ان الناقد الداخلي ممشيكي على مزاج. لما نكون حساسين جدا للنقد والرفض والتخلي، ما استحملش حد يقول لي كلمه تضايقني، لما احس ان فلانه مش عجباني، ما عنها ما انا مش كل الناس عاجبني، لما الناس تتخلى عني ابقى انا الناقد الداخلي هو اللي متحكم فيا. الناس هتقول عليا ايه لو فلان رفضني او فلانه رفضتني او ناس تخلوا عني او حد قال لي كلمه بايخه، قال لي مثلا ده مش احسن حاجه. الكلام ده هيأثر على ايه؟ ليه معناها ان الناقد الداخلي متحكم فيا؟ لان انا بسعى ام سيكينج نظره الناس. لما اكون شخصيه دايما متوتره وقلبان، يعني قلقانه ومزاجي متقلب وعندي خوف داخلي، دايما خايفه، عندي عدم استقرار، دايما خايفه للناس تقول، خايفه للناس تزعل، خايفه اللي يقولوا عليا، خايفه اللي يتكلموا على ولادي، خايفه على ولادي، خايفه بالحسد، خايفه من وخلاص. عندي خوف ماشي كده معايا وخلاص، صاحبي كده. كمان نعرف ازاي ان الناقد الداخلي موجود لما يكون عندي عدوان عن الذات، على الذات، على نفسي. انا انا شخصية وحشة، انا شخصية مش ناجحة، انا شخصية لا بلا بلا، انا واحط نفسي داون. يبقى الناقد الذاتي هو اللي ممشيني، انا مش موجودة. لما يكون عندي كمان حاجة اسمها عدوانية تفاعلية، يعني ردود أفعالي عالية قوي قوي أكتر من اللازم، عندي عدوانية في ردود الأفعال على نفسي وعلى الآخرين وعلى البشرية بقى. على نفسي إزاي أغلط، دي أنا إزاي أعمل كده، دي اللي أنا خايفة برستيجي منظري. تفاعلية للمواقف وإزاي الناس يعملوا فيا كده، أنا إزاي يجرؤوا يعملوا فيا، إزاي يتخلوا عني، إزاي كل ده معناه إن أنا الناقد الداخلي ممشيني على مزاجي، لأنه بيقول لي أنت ما تستحقيش بالأمارة، فلان سابك وفلان سابك وفلان جالك وفلان ما جالكيش وفلان قالك وفلان، الكلام اللي أنتوا عارفينه. كمان امتى اعرف ان الناقد الداخلي ماشيني على مزاجه؟ لما يكون شخصيه متردده، ما اعرفش اخد قرار، خايفه من اي قرار، خايفه التاثيرات السلبيه من القرارات من غير ما ابص على الايجابيه. ما كل شيء في الدنيا له تو سايدز. انه اعلى لما اكون ما بشوفش غير السلبي بس. لما بيكون شخصيه مماطله، باجل عمل اليوم الى الغد وعمل الغد الى بعد الغد وما بعملش لمجرد ان انا خايفه من مواجهه ان انا اعمل، خايفه من مواجهه بدايه الموقف، عايزه اشتغل مش عارفه، عايزه عايزه ادخل، عايزه مثلا ابدا مشروع، مش خايفه من الفشل او ما اشوفش النجاح، خايفه من 1% فشل وما اشوفش 99% من النجاح. ازيك يا بسنت؟ بسنت اول مره تبقى معانا. النهارده بنتكلم عن الناقد الداخلي عشان هي اخر واحده دخلت. يبقى انا عندي مماطله محبطه
دايما تقلل من اي بروجكت عايزه ابداه. كمان لما اكون شخصيه صاحبه تفكير مفرط غير مثمر، بفكر في اشياء لا تستدعي التفكير، مخي مشغول. احنا مخنا مخلوق على انه يشتغل، فلو مش هتشغليه على حاجة صح فهو هيشتغل على حاجة تافهة. ممكن يشتغل على ان الجيران ليه حاطين الورد الاحمر بدل الورد الابيض، دي شغلانة هو ما يعرفش يقعد، فبدل ما يشتغل لصالحك يشتغل على التوافه. والتوافه مجهود على الرغم من عدم وجود اي قيمة حقيقية له. يبقى من ضمن اني احس او اتاكد ان الناقد الذاتي هو اللي ممشيني على مزاجه، التفكير المفرط الغير مثمر. بيدخلني في ايه التفكير ده؟ بيدخلني كده المجموعة دي في حالة، في حلقة سلبية، اشعر قصادها دايما باني قليلة، باني عاجزة، وشعوري بالذات بتاعتي يبقى قليل، واصبح ضحية للمشاكل النفسية، واصبح ضحية للمعتدين من العالم كله، الناس اللي هي عقلها ما اتطورش، الناس اللي بتهاجم الآخرين، الناس اللي مش سوية، أبقى أنا ضحيتهم لأن أنا ما صلحتش من نفسي. طب إزاي الناقد الداخلي ده بيسيطر عليا؟ لأن زي ما قلت في الأول، الناقد الداخلي شغلته الحماية في بدائية الخلق. التطور هو ما لحقوش، هو مش معاه، هو زي ما هو. وبما انه شغلته الحماية، فهو عارف كويس قوي نقط الضعف بتاعتنا الخفية. هو عارف كويس جدا احنا ليه ضعفاء. بطبيعة البشرية وبطبيعة التربية وبطبيعة بشرية التربية وبطبيعة الخلقة، فاحنا بنتعرض لحاجات في حياتنا بتحسسنا بمشاكل، منهم الرفض، منهم التحكم، منهم عدم الحب، منهم الشعور بان انا ضحية، الهروب من المواجهة. دي حاجات احنا بناخدها نتيجة التربية واحنا أطفال، ونتيجة محدودية عقل الطفل. ماما مش بتحبني عشان ما جابتليش الحلويات، بابا مش بيحبني عشان ما فسحنيش. ما بربطش ان في احداث اخرى، بربط بدائية المشاعر كطفل. عندي بدائية في المشاعر، عندي مشاعر مصمتة صغيرة، بحب، بكره، بخاف، ما بخافش. المشاعر ما فيهاش سبيكترم كبير، مشاعر محدودة على قدر عقل، زي الطفل بيعدي من واحد زائد واحد اتنين، ما يعرفش عن الماث غير واحد زائد واحد اتنين. ده بيخلينا لو احنا عندنا الناقد الذاتي هو اللي مشغلنا نستعيد كل آلام الطفولة، نفضل عايشين معاها حتى واحنا كبار. فلان مش بيحبني، انا مش محبوب، بالأمارة كانوا أهلي مش بيحبوني، أنا بترفض، بالأمارة كانوا صحابي بيسيبوني. أنا ما خدش بالي بقى إن الصحاب دول كانوا أطفال هم كمان، وعندهم مشاكلهم، وعيال ممكن تلعب وممكن تكره، لبدائية مشاعرهم هم كمان. يبقى إزاي بيسيطر عليا؟ لأنه بيستخدم كل مشاعر الضعف اللي عندي عشان يحطني جوه العقاب العدواني اللي هو بيعمله عشان يحمي نفسه. العقاب ده مسيء، بس ماشي مع بدائيته منطقي. انا ليه شرحت الحتة دي؟ عشان اوريكم منطقية مشاعر النقد الذاتي. لها منطقية لانها بدائية، وتتعامل ايضا مع المشاعر البدائية وتفضل مغذياها، خصوصا لو انا ما تخليتش عنها. تمام. خلينا نفهم ان الماضي لا يمكن تغييره ابدا، انما نقدر نغير تعاملنا ومشاعرنا معاه. هو عشان عارف ان في ناس ما بتعرفش تغير الماضي، او احنا اوقات ما بنقدرش نغير الماضي ولا وجع الماضي، يفضل هو مستبد وسيد على حياتنا الداخلية، وبالتالي على تفاعلاتنا مع الاخرين، وتفاعلاتنا مع العالم. ونفضل على المستوى الداخلي دايما بندافع عن نفسنا، دايما بنحمي نفسنا من تحكمات ويمكن تحرشات الناقد الداخلي المسيئة. طب ايه علامات الدفاع؟ علامات الدفاع الداخلية ضد الناقد الداخلي: اول حاجة ان اكون بجمع الظلم، انا اتظلمت في كذا واتظلمت في كذا واتظلمت في كذا واتظلمت في كذا. ليه؟ عشان اثبت ان انا ضحية، عشان الناقد الداخلي يشتغل بالامارة، انت اتظلمتي في كذا وكذا وكذا. يبقى عملية جمع الظلم هي عملية بنعزز فيها عاطفيا شعورنا بأننا ضحايا لظلم الآخرين، بغض النظر الظلم ده حقيقي أو مش حقيقي.
يعني انا فعلا اتظلمت او ما اتظلمتش، في واقع الامر الظلم ده انتهى، مشاعري هي اللي ما انتهتش. الظلم ده اتغير، مشاعري هي اللي ما اتغيرتش. يصمم بقى جامع الظلم ده على انه في حد، نبقى ميوت بس في حد عامل صوت. يصمم بقى جامع الظلم على اضافة طبقة مؤلمة لحياتنا، تمشي معانا للابد. اهلا يا جميلة، اهلا يا ميرفان، كنت عايزاكم الاول. نرجع بقى، يبقى اول علامة من ضمن العلامات اللي بتبين ان انا مخطوفة او متحكم في حياتي، الناقد الداخلي. اول حاجة اني بجمع الظلم، بغض النظر عن الظلم ده حقيقة مش حقيقة، حصل لي ما حصليش، انا اللي فاهماه او فعلا اتعرضت لظلم، هو بيخليني اعيش دايما ضحية للظلم بغض النظر عن حقيقته. بس دايما يخلي حياتي فيها layers من الألم اللي أنا عايشة معاه. خلي بالكم إحنا بنعرف نعيش معانا الألم مش جواه، بنعرف نعيش جنبنا ألم، يعني يبقى مصاحبنا مش جوه الألم. نقدر يبقى جنبنا الألم كده طول الوقت، بنقدر نتعايش. كمان بيعمل لنا حالة من التزييف العاطفي. يعني إيه بقى التزييف العاطفي؟ يعني نتيجة مشاعرنا واستعدادنا اللاواعي ان احنا اتعرضنا للرفض وللسيطرة وللنقد من جزء من حياتنا اليومية، نتيجة مواقفنا الصعبة اللي بنتعرض لها في واقع الامر، او الاشخاص كمان اللي بنتعرض منهم، بنفضل دايما حاسين ان احنا ضحايا لظروف الحياة وسلوكيات الاخرين. دايما، مش تفاعلاتنا في واقع الامر، هي حقيقة تفاعلات. يبقى التزييف العاطفي اني ما احملش نفسي مسؤولية ان انا اللي بتفاعل، احمل الاخرين، فده اسمه تزييف عاطفي. وطبعا لاني مش عايزة اقول انه انا ليا دور، انا بكمل الشعور ليه لما هو الموضوع خلص. يبقى ارجع بقى تاني، يبقى في حاجتين بيعملها التزييف العاطفي عشان بس اللي ما حضروش، وجمع الظلم. نرجع بقى، ناقدنا الداخلي بقى بيخلينا مين. هنشوف الحاجات دي وعايزين نتخيل احنا في جزء منها او شخصيات بنشوفهم في حياتنا بنفس اللي انا بشرحه ده. اول دفاع عن نفسي، اللوم المزمن. في ناس لوامة، بس انت ما جيتيليش، انت ما اتصلتيش، انت ما عملتيش، انت ما رحتيش، انت كأنك مسؤولة. ده معناه ان الناقد الداخلي شغال معاها، هو اللي بيدير لها حياتها، أو هو اللي بيمشي حياتها، لان هي عايزه اهتمام من الاخرين 24 ساعه، والا هيعكس عليها انك لا تستحق الاهتمام. اتنين، الشكوى المزمنه. انا عندي وعندي وعندي وعندي. على فكره اللي انا بقوله ده ممكن نلاقي صفه واحده في شخص، ممكن نلاقي عده صفات في شخص، التركيزات بتختلف. يعني انا فين وانا ايه، التركيزات هي اللي بتختلف. يعني ممكن واحد بس بيشكي، لكن في ناس بتشكي وتلوم مثلا 50 50، في ناس بتشكي وبتلوم وتجمع الظلم. يعني كل اللي انا هقوله ده موجود فينا كلنا حقيقة، بدرجات متفاوتة. الشطارة ان احنا ازاي نعرف نتخلص على قد ما نقدر من كل هذا الألم، او الوجع الغير مبرر. اتنين او تلاتة، تجميع الظلم. يجي لك حد انا حصل لي وحصل لي وحصل لي، دايما يعني يستجدي مشاعرك وحبك نتيجة ان انا استحق الحب، نتيجة ان اتظلمت واحد اتنين تلاتة. وتجميع الظلم ماليش دعوة ظلم حصل ما حصلش، انا حاسس بيه. اتنين، الغضب. يعني يبقى شخصية غضوبة. الشخصية الغضوبة شخصية ضعيفة لانها بتحافظ على الضعف اللي جوه، خايفة لحد يعرف، فيبدأ هو يهاجم. يهاجم لانه انا لا تعرفي ان انا ضعيف، فانا بعمل دايما غضب لحمايه هذا الجزء الفيرنبل اللي عندي، الضعيف اللي عندي، اللي انا مش عايزه خالص حد يلمسه، مش عايزه حد يعرف اني بهذه الهشاشه النفسيه. كمان الاساءه المزمنه. الإساءة المزمنة دي يعني إيه؟ لما تلاقي حد بيتنمر على الآخرين، بيتريق على الآخرين، بيلاقي نفسه قوي لما يقلل من شأن الآخرين. أوقات الناس بتستخدمها للأسف في الكوميديا في الأفلام، ودي حاجة مسيئة جدا. الناس المفروض بتضحك على إيه؟ يضحك على واحد قصير، يضحك على واحد طويل، يضحك. هي دي الإساءة. الإساءة المزمنة معناه إن أنا مش هقدر ألاقي نفسي غير لما هين، مش هعرف ألاقي نفسي غير لما
اخلي اللي قدامي قليل واعتمد يا اما على احراجه او على ادبه او على ما بيعرفش يرد اي حاجه. المهم ان انا في الاخر هي دي طريقتي في الوجود في الكون، والا الناس هتعرف ان انا قليل. مش معناه ان انا قليل في واقع الامر، معناه ان الناقد الداخلي بتاعي ماشيني على مزاجه بيقول لي انت قليل، فالحق بسرعه اعمل اساءه للناس وخليك دايما كده لحسن الناس تعرف. كل ده دفاع عن النفس. كل اللي انا بقوله ده دفاع عن. يبقى الناس اللي بتلوم على طول والشكوى دول وسيلتين مهمين جدا. ليه؟ عشان اقول ان انا الناس هي ما عملتش، ده انا ضحيه. عشان ما اقولش ان انا اللي تخاذلت عن نفسي، ما اقولش ان انا ما اتحركتش، ما اقولش ان انا اللي ما ساعدتش اتقاء لشر المجهود، وان الناس تقول عليا غلطتي، واني اوفق اشيل الغلط. وخليني بقى كده هم اللي غلطانين وانا اللي ضحيه، وكده كويس قوي. ما فيش حد غلطان، كل الضحيه مش مسؤولين، وكل الناس الغلطانين برضو يبقى انا مش مسؤول، الحمد لله، يبقى انا بريء. كل دي براءة وهمية طبعا، لان في الاخر انا ببقى عارف ان انا اللي ما عملتش، ببقى عارف ان انا اللي ما اهتمتش بنفسي، ببقى عارف ان انا ما اديتهاش حقها نتيجة ان انا كسلان وبماطل، وان الناقد الذاتي بتاعي ماشيني على مزاجه. خلينا نتأكد دايما، عشان بس دي مش حاجة، دي حاجة بشرية اللي هقولها، دي حاجة بشرية. كلنا عندنا تعلقات موجودة بدرجات وتركيزات من المشاعر الطفولية المشوهة نتيجة بشريتنا وبشرية اللي ربونا وبشرية العالم. فده زي ما يكون كده الشيء اللي بيخلينا مين. فاحنا بنبقى ميكس نتيجة هذا الألم وهذا مع جيناتنا. يعني احنا هذه المشاعر اللي بنتعرض لها مع جيناتنا ومع استعدادنا النفسي بتخلقنا، احنا بنكون هذا الشخص. مشاعر الرفض وعدم الحب والحرمان والسيطرة، انا بتعرض كطفل للخمس، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس مشاعر دول: رفض، حب، عدم حب، حرمان، ستر، أربعة، سوري. دول كلهم بيشكلوني يا إما إن أنا أتجنبهم أو أكون أنا كمان حد منهم علشان أبقى الشخص ده. لما بنتخلى عن المشاعر دي لما نكبر ونعرف إنها مش حقيقية، لأن مامتي وبابايا ما كانوش بيحبوني، الناس ما كانتش بتحبني، أنا كنت بترفض من الصحاب، أنا كنت بتحرم من كذا، ما كانوش بيجيبوا لي كذا، أهلي كانوا متحكمين. العناصر دي كأطفال بدائية مع بداية مشاعرنا، احنا ما بنعرفش نصنفها تصنيف سوي، فبنشوفها غلط. وما بنعرفش نتخلى عنها كمان لما نكبر، لان احنا مبقاش عارفين هنكون مين لو تخليت، انه انا ما اتعرضش لحرمان، امال انا مين؟ لا، بابايا ومامتي ما كانوش متحكمين، دي كانت طريقتهم في التعبير عن الخوف. دلوقتي اقدر افهم الكلام ده. طب لو انا فهمت ان هم ما كانوش متحكمين وما كانوا مش بيسيطروا علينا، او بيخافوا على مكانتهم هم كمان، على فكره وارد جدا يكونوا بيتحكموا عشان الناس ما تتكلمش وولادكم مش متربيين. برضو ده نوع من سيطره الناقد الذاتي، اهو ولادكم مش متربيين اهو بينقد اهو. كويس. كل المشاعر دي لو انا تخليت عنها دلوقتي وبفكر بوعي، هكون مين؟ هكون شبه مين؟ مش هعرف، لاني ما اتعلمتش. انا ما اعرفش. انا كل اللي عارفه ان هو دول الحاجات اللي انا اتعلمت عليها، واتعلمت ان ده عيب وغلط وحرام واي حاجه تانية جنب كل الممنوعات، فبقيتش نفسي. فلما بقيتش نفسي بقيت حد تاني. طب لو انا تخليت عن الحد التاني ده اللي هو غلط مش بتاعي، انا بقى ايه؟ مش عارف، لسه ما اتعلمتش. خلاص. كمان من الحاجات اللي مهمة أوي الشعور بالإهانة أو الغضب المزمن، عبارة عن دفاع عن ردود أفعال نتيجة إن أنا دايما دايما خايف أظبط مشاعري، لأن أنا اتعلمت أدافع عن ضعفي بالغضب، أدافع عن الهجوم عليا وأنا طفل بالغضب، أدافع عن حد يتنمر عليا بالغضب. فالغضب كان وسيلة الدفاع الناجحة دائما. فأنا هبقى مين لو ما غضبتش؟ الناس هتعمل فيا مثلا، الناس هتتنمر عليا، الناس هيهاجموا عليا، هيقللوا من شأني، فأنا هحتفظ بهذه الوسيلة الدفاعية ايفن غلط وبتكره الناس فيا. كل اللي احنا بنشرحه ده هو ده بالظبط النقد الداخلي اللي بيمشينا. طب يبقى احنا محتاجين ايه عشان نتخلص من هذا العدو المتحكم اللي مفهمنا ان هو بيحمينا؟ لو فكرت زي ما كنت بقول لكم في الاول، هو لم يحمينا من اي شيء، لم يحمينا من تنمر الاخرين، لم يحمينا من هجوم الناس اللي حوالينا. هو بس بينقضنا وبيخلينا نحس ان احنا اقل، او ان احنا لا نستحق، او ان احنا نستاهل اللي حصل لنا، او ان احنا ما ينفعش نطور من نفسنا او اي حاجة. المهم في الاخر مفيش مجهود هيخلينا نعمله، او مفيش تقدم نقدر نعمله. محتاجين نوصل لحاجة اسمها الاستقلال العاطفي.
الهدف منه ايه؟ نشعر ونحس بصلاحنا الداخلي، لان احنا مبنيين على الفطره. عشان كده في عندنا حاجه اسمها الفطره. الفطره اللي هي ان احنا جوانا كويس اصلا، احنا اصلا جوانا نظيف، مخلوقين كده. لما بنتعرض للدنيا بتبدا تتحط لايرز تغطي على الجوهر السوي اللي عندنا. نسمح بقى لنقيضنا. يعني ايه؟ نتيجة الأذى اللي بنتعرض له بنخلي الناقد الداخلي أو العميل المظلم اللي هو القرين، زي سونم قالت قرينة كزواوي، إنه يهاجم نزاهتنا ويضعف شخصيتنا، ونحس إن إحنا عايشين بسلبية داخلية. طيب، على الرغم إن إحنا سامحين بقى لهذا الناقد الداخلي إن هو يمشينا على مزاجه، احنا بنتعرض وبنفشل بشكل عرضي لو افترضنا ان احنا حقيقة بنسمح له في مواجهة اي حد في العالم. واذا ما تعلمناش نسامح، سوري، انه ندافع عن نفسنا او نقف قدام اللي بيواجهونا، هنحمي نفسنا ازاي؟ هنحمي اللي بنحبهم ازاي لو احنا ما بنعرفش نحمي نفسنا من مجرد ناقد داخلي جوانا مخلينا بس عايشين في السلبية؟ يبقى أول حاجة عشان نقدر نطلع منه إن إحنا يبقى عندنا وعي وبذكاء، إن إحنا نقدر ننظم انفعالاتنا نتيجة فهمنا هو أنا حاسة بده ليه؟ بصراحة كده، حاسة ليه أنا جوايا متضايق من إيه؟ بيلمس إيه جوايا؟ الكلام ده حقيقي ولا لأ؟ الناس هتقول على ما تقول، لما تقول عليك هيحصل إيه؟ لما أنت بتتكلمي على الناس بيحصل إيه؟ ولا حاجة. كمان لما نكتشف الداينامكس بتاعة الصراع الداخلي بنبدأ نتخلى عن الناقد الداخلي. الناقد الداخلي ده زي ما كنت بقول في الأول عنده حتتين بيدافع عنهم. أول حاجة الأنا الواعية اللي هي أنا دلوقتي، ودي شخصيتي المتقلبة الطبيعية اللي هي عبارة عن ردود أفعال. اللي بيعمل لي بعمله، كل حد بيعمل لي حاجة بعمل له قصادها. حلو بعمله حلو، وحش بعمل وحش. أنا ما بدخلش أنا هنا خالص، أنا بعمل هنا رد فعل. الناقد الداخلي بيشتغل على رد الفعل، ويشتغل كمان على الأنا الغريزية اللي فيها مشاعري القديمة. فهو بيدافع عن الحاجتين دول، بيدافع عنهم غلط لأنه بيبعدني أنا. طب ما أنا بحب أعمل كذا لوحدي، مش فارق معايا حد عمل حد ما عملش. أنا بحب أكل الحيوانات لوحدي، مش لازم أكون جوه فريق بيأكل الحيوانات مثلا. يبقى هو هيمنعني، هيقول له الناس عليك إيه يا مجنونة بتأكلي الحيوانات. يبقى الناقد الداخلي هيمنعك تكوني نفسك، عشان هو بيدافع على منطقتين مهمين. ليه انا بشرح الداينامكس دي؟ عشان نفهم هو بيدافع عن ايه، عشان نقدر نفهمه ونخليه يمشي على مزاجنا، مش احنا اللي نمشي على مزاجه. بيدافع عن الانا الذاتيه اللي هي ردود الافعال هذه المتقلبه اللي ماشيه زي ما الناس بتقول انا هعمل. صبحتي هصبح، ما صبحتيش مش هصبح. والتانية الغريزية اللي بتدافع عن طفولتي ومشاعري اللي أنا خدتها بنفسي. طيب، يبقى هو لما هعرف دول همنع الناقد الداخلي انه يتحكم فيا ويبدأ يتعامل معايا بقلة عقل، بلا عقلانية. يبقى بالبصيرة والتركيز، انا بعمل ده ليه وهعمله ليه. ساعة ما هعرف ده يبقى انا هقدر اوقف هذا الناقد الداخلي، هذا السيد الغير شرعي على حياتي، وابدأ اوقف طغيانه عليا واخلي حياتي تتعامل بتحكم ذاتي للأفضل. أرجع لنفسي الحقيقية مش لنفسي اللي عليها لايرز الناس. كمان إدراكي إن الناقد الداخلي عنده مصلحة غريزية في العالم ربنا خلقها لنا، مش خلقها كده، هي البقاء. بغض النظر إن الغريزة دي خلصت وإن إحنا دلوقتي مش عايشين في غابات وإن في حيوانات مفترسة هتجيلنا زي ما هو يعني عقله مخيل له الكلام ده. فهو كان بيخلينا دايما ضعفاء خاضعين له عشان يحميه. بس دلوقتي ده احنا فهمناه. طب نعمل ايه؟ نعمل اخلاقياتنا احنا، بطولاتنا بقى الاخلاقيه نبدا ندخلها في حياتنا. نبدا نستعمل الرحمه واكتشاف نفسنا، ونبدا نوقف فوضى تحكم هذا الناقد الداخلي في اعماقنا. نخلي افضل ما لدينا هو اللي يطلع، الحلو بتاعك هو اللي يطلع. تستعملي ذكائك براحة، تستعملي رؤيتك نفسك بتواضع مش بتقليل شأن. في فرق كبير جدا بين الاتنين دول. كل ما أعرف نفسي كويس كل ما أخلي معاناتي أقل، أركز على لحظة الاختيار الداخلي وأعرف أنا بختارها ليه وأتحمل مسؤوليتها. ما أحملش الناس، أنا مش ضحية وأنا مش مفترية ولا حاجة، أنا عايزة أعمل ده ليه وهستفيد منه إيه وليه.
اول ما احس ان عندي بقى مشاعر الناقد الداخلي بتشتغل، اركز واعرف هفهم ولا همشي وراه وادخل جنبه كده زي الارنب. لا، الاول اركز افهم هو جاي لي ليه، بيعمل ايه، عايز مني ايه، الهدف من ده ايه، الحماية اللي بيعملها دي حماية حقيقية ولا حماية وهمية. ما نخليش في النهاية، ما نخليش ان الناقد الداخلي يستخدم سلطة مفرطة تخلينا ما نعرفش نفسنا وما نعرفش نحمي نفسنا، وما نحكموش ابدا فينا. الحاجة التانية، كل ما هنكتشف كل ما هنبقى اكتر حكمة، كل ما هنشوف نفسنا بوضوح من غير خجل، ونحترم مشاعرنا ونحترم مشاعر طفولتنا ونحترم اعماقنا ونحترم اخطائنا اللي ربنا خلقها لينا. لازم نحترمها جدا لانها مش جرائم، ده ربنا بيعلمنا من خلال الغلط. هنعرف قيمتنا الجوهرية، هنعرف الوجود، ربنا خلقنا ليه، ربنا بيحبنا ولا لأ، احنا نستاهل نتحب ولا لأ. هنعرف من الناس اللي حوالينا. عايزين تعرفوا انتوا بتزعلوا على الناس اللي راحوا من حياتكم ليه؟ عشان كان ليهم قيمة، لأنهم كانوا يستحق. احنا كمان على فكرة نستحق ولينا قيمة. خلص السيشن وأسمع تعليقاتك. تفضل. انا للاسف الشديد دخلت متاخر. ازيك يا سحوره؟ يا منمون. اخبارك ايه؟